عارف لما تكون شاطر في الدايرة اللي حواليك صغيرة، بتعرف تكوميونيكيت مع أهلك وصحابك، وبعد كده لما الدايرة تكبر فبتعرف ان انت تكوميونيكيت مع الناس اللي في الشغل. مش بس بتكوميونيكيت، انت بتعرف تسمعهم وبتعرف تحتويهم وبتعرف توضح لهم اي نولج او اي معلومة. ولما تقرر ان انت تجو مع الباشن بتاعك ده وتروح تاخد سيرتيفيكت من الأكاديمية البحرية وتبقى سيرتيفايد ترينر، فالانستراكتور او الدكتور اللي مسؤول عن الدبلومه دي اوريدي يختارك من وسط اكتر من 30 او 40 شخص تقريبا، ويقول لك ان انت من اميز الناس اللي جواهم وان انا عايزك تكون معايا في التيم بتاعي. بغض النظر عن اي حاجه ممكن تكون نجحت او ما نجحتش، بس فكره ان انا بعرف اثر على الناس اللي حواليا ده اللي خلق لي الستيتمنت بتاعتي او الفاليو بتاعتي، ان انا اسيب اثر في الحياه، عشان في يوم من الايام لما انا ابقى مش موجوده يبقى في حاجه موجوده في الحياه ممكن تكون بتعمل حاجه حلوه. والاثر ده اقتنعت ان هو لازم يكون من خلال ان انا اغير نفسي الاول. يعني الكود بتاعتي بتقول be the change that you want to see in the world. دي كود بتاعت غاندي باي ذا واي، بس اقصد ان دي الحاجه اللي انا بؤمن بيها في حياتي. فعلشان كده الكود دي بحاول ان انا ابلايت على نفسي علشان اكون انا التشينج اللي انا عايزه اشوفه في الحياه، عشان لما الناس تشوف التشينج ده عليا يبقى بالنسبه لهم حاجه يقدروا ان هم يمشوا عليها، او يجوا يسالوني انت عملتي ده ازاي، فابدا ان انا بقى اتكلم واقول لهم على الطريقه، فساعتها هبقى مقنعه اكتر. بس كده. صباح الخير، انا امنيه فريحه، عندي 27 سنه. قررت ان انا هعمل فيديوز جديده على اليوتيوب. انا عارفه ان اليوتيوب مش المكان اللي ممكن نكون هنتشير فيه بسهوله، بس مش ده الهدف بالنسبه لي. انا حابه قوي ان انا خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول كنت بحاول ان اوصل لحياه افضل. كنت بحاول ان انا افهم نفسي اكتر، وكنت بحاول ان انا اجاوب على اسئله كتير قوي بتدور في دماغي. فحاسه ان اكيد في حد مر بده، سواء اصغر مني او اكبر مني او في نفس السن. فحابه ان انا اشير ده معاكم. حابه اشير ده معاكم مش بس مجرد ان هي ستوري وخلاص، على قد ما انا اخدت شويه دراسات وذاكرت واخدت شويه كورسات. انا حاليا ترينر وده شغفي اصلا. وخلال ال7 سنين اللي فاتوا دول كان في حرفيا تغيير حصل جذري مرتين في حياتي. مرة كانت لما دخلت الكلية واكتشفت عالم جديد جدا جدا غير اللي كان مرسومني من وانا صغيرة. والنقطة التانية بعد ما انا انفصلت واكتشفت جانب آخر في حياتي وفي شخصيتي أنا ما كنتش مدركاه، بس قدرت إن أنا يبقى عندي أوير فيه، وقدرت إن أنا أنجح نفسي أو إن أنا يبقى عندي سيلف كونفيدنس أكتر بكتير جدا من قبل كده. فقدرت إن أنا أوصل لحاجات أحسن بكتير. فكل ده حصل من خلال شوية أسئلة وشوية تجارب وشوية ستوري وشوية حاجات كتير جدا حابة إن أنا أحكي لكم. حابة قوي إن أنا أسترجع ده معاكم علشان أكون ميقنة وشايفة المشوار اللي حصل ده حصل إزاي، عشان لو في 7 سنين تانيين لسه جايين لازم نبقى عارفين قيمتهم وفاهمين قيمة كل سؤال وكل كلمة بتتقال. انا ممتنه جدا لحاجات كتير قوي اتعلمتها من ناس كتير، ويمكن ماي رول موديل في الحياه عامه وفي شغلي وفي الحاجات اللي انا بحبها وماي باشن هو كريم اسماعيل. لو حد بيحبه فهتلاقوني الى حد كبير مش بحاول اقلده، بس انا بحاول اتعلم منه قوي. بحاول ان انا اشوف الحياه من وجهه نظر مختلفه. ويمكن هو كان من اهم الناس اللي ساعدتني في المشوار ده، لان انا في النص الاولاني اللي هو التيرن بوينت اللي حصلت الاولانيه كنت انا بحاول اتعلم من الجزء العلمي اكتر، الجزء الساينتفك بحت اللي هو بقى كورسات وتريننج واخدت دبلومة HR وان سو اون. وبعدين النص التاني لما حاولت ان انا ابلاي ولما حاولت ان انا اكون لوحدي ويلا وهنجو هنعمل عظمات، فاكتشفت انه لا، هي الموضوع مش ساينتفك بس، ده كل حاجة، ده حياتنا. عشان نعرف نابلاي يبقى عندنا اكسبيرينس فعلا لازم ان احنا نابلاي كل حاجة. الساينتفك بقى قلبنا وعقلنا وعلمنا وديننا وروحنا وكل حاجة، كل حاجة حرفيا مرتبطة ببعضها. وده اللي انا حابة قوي اتكلم فيه بالتفصيل المهم. فكرة ان انت ازاي توصل لحياة افضل من ناحية جسمك، روحك، your wealth. ان احنا اصلا مش فاهمين او ما تعلمناش فكرة ان احنا ازاي نستثمر، او ازاي ان احنا دايما اتعلمنا ان احنا نحوش، بس ما حدش اتعلم ازاي يكبر فلوسه، ازاي يبقى عنده اكتر من source of income ممكن ان هو يزود له الفلوس اللي عنده. او ايا كان. انا يعني مش هبقى خبيره في اي حاجه منهم، بس انا زي ما قلت انا هشير ماي ستوري وايه اللي حصل معايا وايه الحاجات اللي انا اكتشفتها في الجيرني دي. واخيرا بقى وليس اخيرا، هي فكره your soul، روحك اللي مرتبطة ارتباط وثيق بعلاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك. يمكن دول أهم علاقتين في الحياة
انا اكتشفتهم، انه لو العلاقتين دول تمام فاي حاجه في الدنيا تانية هتبقى تمام. فحابه قوي ان انا امسك توبكس كتير جدا نتكلم فيها بالتفصيل الممل، ويمكن ده الهدف من اختياري للتشانل بتاعت اليوتيوب، لان اليوتيوب بيحب الرغي. ورغي بهدف، مش رغي بدون هدف. يعني انا دايما كنت رغايه من وانا صغيره، ويمكن ده من اهم التيرن بوينتس اللي حصلت في حياتي، فكره ان انا احول الرغي اللي هو بدون هدف وبدون اي داعي، لان انا احطه في سياق لكلام ممكن ان هو يكون مهم، ممكن ان هو يكون هيسيب اثر كبير قوي في المستقبل. فانا حكايه بنوته صغيره كانت بتحاول ان هي تدور على حاجه مختلفه. كان دايما في دماغي فكرة انه المسار واضح من ساعة ما اتولدنا، وخصوصا ان احنا كبنات. فكرة ان انا اتولدت فيلا مدرسة مدرسة، يبقى انا لازم اكون شاطرة وجامدة، فبجيب درجات عالية وببقى ممتازة بغض النظر انا فاهمة ولا لأ. مدرسة، وبعدين اعدادي، ثانوي، دخلت طب ايه علمي، اكيد عشان تبقي دكتورة، طبعا ده الحلم اللي احنا بنيناه سوا واحنا صغيرين. وبعدين بعد ما نخلص وندخل الكلية، دخلت كلية ما كانتش في خيالي خالص، بس كنت متأكدة ان هو ده نصيبي. ولما دخلت اكتشفت بقى حياة مختلفة تماما. كلية علوم، كلية انا ممتنة جدا ان انا دخلتها، علشان خاطر ان انا لقيت فيها حاجة اسمها سيفل ورك، وده موضوع كبير قوي ممكن نتكلم فيه في توبيك او في فيديو تاني. بس البوينت ان السيفل ورك او الفولنتيرنج ورك او الستودنت اكتيفيتي او ايا كان مسماه، كان الحاجة اللي علمتني حاجة مهمة جدا. مش كل حاجة لازم يكون ليها مقابل متشاف. يعني دايما المقابل على الشغل هو الفلوس، بس في حاجات تانية كتير قوي بتجيلنا يعني كمقابل، بس احنا مش بنبقى شايفينها. فالفلنتيرنج بقى بيخليك تشوف ده، ان انت بتحس وبتشوف وبتلمس كل التغيرات وكل الحاجات اللي انت بتكتسبها، بس ما بتكتسبش فلوس. فبيخليك يبقى عندك القناعة انك تتعب وتشتغل وتعمل حاجات كتير قوي 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 من غير ما يبقى فيه فلوس في النهاية. ودي حاجة مريحة قوي في الحياة على فكرة. وغير كده بقى اتعلمت شوية حاجات كتير جدا هنتكلم فيها. وبعد ما انا اكتشفت الحاجات دي فقلت لا خلاص، انا مش هكمل بقى في المسار اللي اوريدي محطوط لي من زمان، ان انا بقى هطلع وابقى دكتورة تحاليل عشان انا اوريدي بقيت في كلية علوم. فخلصت واشتغلت بروجكت كوردينيتور، وبعد كده ما عجبنيش المكان ده بعد 3 شهور، وبرضه ليه ستوري لذيذة كده هبقى احكي لكم بعدين. وبعد كده اشتغلت في كول سنتر في شركة سذرلاند، ودي من الشركات اللي انا برضو ممتنة ليها جدا، ومن الاكسبيرينس اللي ضافت لي كتير جدا. في الفترة دي بقى كانت مقسومة النصين اللي انا كنت بحكي لكم عليهم في الاول. اول سنة انا كنت مرتبطة، وبعدين تاني سنة في الشغل اللي انا ما كنتش مرتبطة. فمن تاني سنة بقى لما بدأت ان انا اكتشف نفسي، قلت بس بقى انا هكسر الواقع وهبقى سترونج اندبندنت وومن جدا. فبعديها على طول كنت مصرة ان انا انجح في الشغل، وبرضه هبقى احكي لكم ايه التفاصيل اللي انا اكتشفتها اللي خلتني ان انا اول سنة ما انجحش خالص ومفيش اي ريوردز حصلت. وتاني سنة قررت ان انا هبقى اشطر، فبقيت توب امبلوي اوف ذا مانث، وبعدين اوف ذا كوارتر، وبعد كده اوف ذا يير، وبعد كده بقيت سينيور. وبعد كده كان المفروض ان انا اوصل لترقية، بس حصل دروب علشان جالي warning او HR warning. وفي نفس اللحظة دي او في نفس الفترة دي كنت انا already joined part time لشغل تاني، اللي هو الشركة اللي انا موجودة بقى النهاردة فيها، هي الفاميلي بزنس بتاعتنا، شركة التركي جروب. فوقتها كان الورنينج بتاع الاتش ار ده هو كان الحاجة اللي خلتني ان انا اخد القرار، وما فرقش معايا فكرة ان انا خلاص هترقى المفروض. معرفش كنت هترقى ولا لا بصراحة، بس كان انا خلاص يعني كل الناس اللي حواليا ومديرتي وكل الناس بتقول خلاص انت الترقية دي ان شاء الله ليكي. بس anyway، فسبت كل ده ورحت اشتغلت from scratch شغلانة عمري في حياتي ما كنت فكرت ان انا هشتغل فيها اصلا. فكرة اني اشتغل في ريل استيت. دايما احنا راسمين صورة ذهنية كده جوه دماغنا عن البياعين ان هما، وخصوصا السماسرة يعني، البياعين اللي بيبيع اي حاجة في اي مكان ده اوكي ماشي، احنا ما بنحبهمش، بس ده ليفل اقل شوية. السماسرة بالنسبة لنا دايما نصابين. فعشان كده بالنسبة لي كان حاجة غريبة شويتين ان انا ممكن اشتغل في الشغلانة دي. بس دايما اللي بيحفزك واللي بيشجعك على ده فكرة ان يكون في حد انت بتراست، فانت عارف ان الشخص ده مش هيخليك تعمل حاجة غلط، عارف ان الشخص ده اوريدي عنده values في الحياة، وعنده حاجات اهم بكتير من الفلوس بيؤمن بيها، فبالتالي انت اكيد هتبقى ماشي في اتجاه صح، بل بالعكس انت اصلا واثق فيه اكتر ما واثق في نفسك. ف... فدي البوينت، ان مستر عمرو التركي ومستر سامي التركي اصحاب شركة التركي،
هما اخوات، هما الاتنين يعتبر هما اللي مربيني اصلا، يعني هما في مقام عمامي و... وانا بثق فيهم جدا، هما كانوا رول مودلز بالنسبه لي اصلا. فلما قالوا لي يلا تشتغلي معانا، ودي بقى كانت تيرن بوينت رهيبه في حياتي، انه يلا بينا هتشتغلي معانا واحنا عايزينك. في البدايه كانوا فاكرين ان انا هشتغل معاهم بس كول سنتر، او هشتغل معاهم كاستمر سيرفيس، علشان انا اوريدي عندي اكسبيرينس سنتين ونص في فيرلاند. بس البوينت ان مع الوقت انا طبعا كنت اتعلمت بقى ان انا اشو اوف، وان انا ابين نفسي، وان انا اي حاجه انا بعرف اعملها اقول وما اخافش. ف... فبدات بقى ان انا احكي لهم عن دبلومه الاتش ار اللي انا كنت باخدها، وبدات ان انا احكي لهم عن ازاي ان انت اصلا تحط ستراكشر لشركه هم عندهم اكسبيرينس 20 سنه في البيزنس، بس انا عندي خبره صغيره جدا في الساينتفك، الحته بتاعت اللي هي زي ما بيقولوا عليها كده ايه، الكتاب، انا معايا الكتاب. فبدات ان انا اشتغل على الحته اللي انا فاهماها اكتر واللي انا درستها. فعملنا مع بعض الاستراكشر بتاع الشركه، الفيجن والميشن والفاليوز، وبدانا نعمل براندنج، وفهمتهم او قلت لهم وقتها قد ايه دي حاجه مهمه ان احنا من البدايه خالص نبقى حاطين كل اللاينز دي ومتفقين عليها. فكره الكور فاليو بتاعنا which is the family، ده اصلا كان الفاليو الاساسي اللي اوريدي هم كانوا بيابلاي في ال20 سنه اللي اشتغلوا فيها في السوق. فبالتالي ده مش هيبقى حاجه جديده علينا، بل بالعكس احنا بس هنماركت لده بشكل اعمق، انه احنا مش بس شركه، احنا عيله كبيره. وده السلوجن بتاع شركه التركي. بصراحه مش انا اللي كنت كرييتد السلوجن ده هو اوريدي مع الوقت بدا يظهر من حد من التيم اللي كان شغال معانا، فمن عليا which is حد انا معتزه برضه جدا ان انا اشتغلت معاه. التركي مش بس شركة، تركي عيلة كبيرة. فكل محطة من دول كده كانت فيها أسئلة وحاجات كتير قوي، ومش كلها كانت نجاحات كده. يعني كان في فترة أنا ما كنتش عارفة أبيع، ما كنتش عارفة أشتغل، وما كنتش عارفة أشتغل إيه أصلا. يعني أنا جيت الشركة أوكي وسبت شغلي التاني، يعني في الأول كنت بارت تايم فما كنتش قلقانة قوي، بس يوم ما سبت الشركة قلت خلاص أنا هكمل معاكم فول تايم كترينر، وهشتغل كسيلز، لان السيلز فلوسه اكتر باي ذا واي، ودي حاجه مهمه يعني. فاللي هو وقتها كان مستر سامي قال لي جمله عمري في حياتي ما بنساها لحد النهارده، انه انتي علشان تقنعي الناس وتديهم تريننج وتبقي بتقولي لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، السيلز هنا مش مجرد تابس اند تراكس او ستابس، هي فكره ان انتي عملتي ايه قبل كده عشان تبيعي، علشان تقولي لنا. لان البيع حكايات، انتي بتحكي ازاي فهمتي العميل، ازاي العميل ده يعني كان بيكومينيكيت معاكي، فايه الكيوز اللي انت عرفتيها منه، وبناء عليه قدرتي تحددي البريوريتيز بتاعته، وتحددي ايه الحاجات اللي فعلا لو هو لقاها عندك في البرودكت بتاعك او لقاها عندك في اليونت بتاعتك، هيبقى هو ده الحاجة اللي هو عايزها، فهتبقى بتكلوز الديل عادي بسهولة. فوقتها قال لي برضو حاجة مهمة، وقال لي انتي مش هتعرفي تبيعي غير لما تصدقي في نفسك. فدي برضو كانت تيرن بوينت تانية في حياتي، ان بعد كل ده وبعد كل الاكتشافات اللي انا اكتشفتها دي، وبعد ان انا اوريدي بقيت عارفة ازاي ابين نفسي واشو اوف وانتروديوس ماي سيلف بشكل كويس، انا ستيل مش عارفة ابليف ماي سيلف، مش عارفة ان انا اصدق ان انا ممكن اعمل حاجة انا ما اتعلمتش ان انا اعملها. فبرضه كانت سنة عصيبة جدا 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 2024. حاولت ان انا اشتغل وان انا اكون شاطرة، مش بس اشتغل وابقى سيلز عادية زي كل الناس، لا لا، انا محتاجة اكون شاطرة، محتاجة يبقى عندي حكايات كتير جدا جدا لكتير قوي من ديلز انا عملت لها كلوز او حتى ما عملتلهاش كلوز، علشان خاطر احكيها للناس في التريننج فيصدقوني اكتر. فيبقى الموضوع مش مجرد ان انا جاية مدرسة في الكلاس جاية بتقول كلمتين، على قد ما انا جاية بديهم فعلا حاجة انا اوريدي مريت بيها. which is برضه اللي بيرجعنا للبداية خالص لما قلت لكم فكرة ان انا بحاول اكون the change that I want to see in the world، بس على نفسي الاول. يعني ببدأ بنفسي الاول، اني اكون الحاجة، اكون الشاطرة، اكون الشخص الديسيبلين، اكون الشخص الهيلثي، اكون الشخص ايا كان الصفة اللي انا عايزة اشوفها في العالم. فلازم ابتدي من نفسي، واشوف ازاي هعرف ابدأها بأبسط طريقة وبأسهل حاجة، ولما اكونها فساعتها بس هبدأ ان انا اقول للناس لا ده فعلا الموضوع it's applicable عادي، يعني الموضوع ما فيهوش مشكلة. مش عايزة ارغي معاكم اكتر من كده في اول فيديو، مش عارفة اصلا في حد هيتفرج على الفيديو ده ولا لا، بس لو انت كنت كملت لحد هنا وحبيت وممكن ان انت تبقى تتابعني بعد كده، فحابة اقولك انت هتلاقي ايه هنا. هتلاقي هنا كلام عن كتب انا قريتها،
حاجات ممكن تكون غيرت حياتي. اول كتاب انا قريته مثلا، ده من اهم الكتب اللي انا لازم اتكلم عليها. هتلاقي هنا كلام ليه علاقة بان انا ازاي بحاول اتعلم اصحى بدري. يعني دلوقتي مثلا احنا الساعة تقريبا 9:30، which is ان انا صاحية من الساعة 8. ودي حاجة انا كان نفسي اعملها من زمان جدا، لان انا شغلي بيبتدي الساعة 11. فعلشان كده مش محتاجة اصحى بدري قوي. بس بحاول اكون ديسيبلين في الجيم، بحاول ان انا اشرب ميه، بحاول ان ابطل فاست فود، ده كله في صحتي. بحاول ان انا اكبر فلوسي، وبدات اتعلم ازاي ممكن يبقى عندي فلوس غير المرتب. المرتب اوكي بيجي ويتصرف كده كده، ده ما فيهوش اوبشن. ما اعرفش ليه بصراحه، انا ما عنديش فكره التحويش دي قوي، ما بحبهاش. واصلا مش حاجه صح فعلا ان انت تكون بتحوش فلوس، بس حاجه حلوه ان انت تكون بتستثمر في حاجات قيمتها ممكن تكون بتعلى مع الوقت. ف آه، فيبقى معاك قيمة أكتر من الفلوس، فدي تبقى فلوس أكتر في المستقبل يعني. والحاجة الأخيرة هي فكرة إن أنا إزاي قربت من ربنا، إزاي عملت أي حاجة بقى ممكن تكون أقرب إن هي تبقى العلاقة الأصح مع ربنا. يعني طبعا أنا مش لحد خالص ممكن يتكلم في الدين، بس أنا هنا هتكلم على التساؤلات والأفكار اللي كانت بتيجي في دماغي كبنوتة، عن الحجاب، عن ان انا اداري شعري ده، عن ان انا ان شاء الله هداري رقبتي قريب، عن اللبس كمودست، اللي هو ان انا ابقى بلبس واسع، بلبس بنطلونات واسعة جدا، بلبس حاجات واسعة على واسعة، والموضوع بقى مودست بالنسبة لي ولذيذ وشكله كيوت جدا. مع ان زمان كنت متخيلة ان ده عك، او ده ايه الفلح ده. بس لا، النهارده انا اصلا ما بقتش بعرف البس بنطلون ضيق خالص 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 خالص. يعني من دولابي بقى فيه مثلا 3 بنطلونات اللي هي الضيقة الإسلام دي جايباها من زمان جدا، بس حرفيا بقالي أعتقد سنين ما لبستوش. سنين 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 يعني. مش قادرة أتخيل شكلي بهذا المنظر. الليفل اللي أعلى منه شوية، وده اللي أنا برضو آخر سنة في حياتي يمكن بطلته كتير أو بطلته أكتر، البوي فريند. لأن هو الواسع الضيق برضو، اللي هو واسع أو لذيذ وكده، بس هو برضو مش أوسع حاجة، لأن الجنس مش فضفاض. فبرضو قللت منه قوي، وحتى دلوقتي لما بلبسه على شميز واسع او حاجة طويلة او كده، بحيث ان الموضوع يبقى ألطف. بس بقى اهم حاجة في حياتي دلوقتي هي البنطلونات الواسعة دي، اللي هي الفوضى خالص دي. فدي كانت حاجات. طبعا بقى فكرة الصلاة والصوم والقرآن اللي احنا بنبقى سايبينه كتير قوي، وان انا اعملهم مش عشان خاطر ان انا لازم اعملهم، انا عايزة اعملهم وانا حاساهم من هنا. عايزة لما اصلي وانا فعلا محتاجة قوي حاجة من ربنا، فاكون حاساها، اكون حاسه ان ربنا سامعني. والاحساس ده مش بيجي كتير على فكره، ومش طول الوقت بيجي، ولما بيجي مش بيفضل مستمر. يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا بقيت مقتنعه جدا ان انا لازم طول الوقت اكون بجتهد عشان اوصل لها. زي بالظبط كده ما احنا بنجتهد عشان نوصل للجيم الفورمه حلوه، او ان احنا نلتزم اصلا. ده برضو نفس الحاجه، علاقتي بربنا لازم طول الوقت اكون بجري وبجتهد وبسعى علشان خاطر اقرب قلبي من ربنا، فابقى حاسه بوجوده معايا في حياتي. وحتى لو كنت بعمل ذنوب كتير، بس بغض النظر عن اي حاجه، لو فاكرين في نص الفيديو كده قلت لكم ان انا اكتشفت ان علاقتين في الحياه لو صلحتهم مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تبوظ. علاقتك بربنا، لان علاقتك بربنا هي اللي بتخلي اصلا فيه هنا راحه. فبالتالي بقى الرزق والكرم والطمأنينة اللي في حياتك والانبساط وتقبلك للناس اللي حواليك وتقبلك للانفايرمنت واحساسك بالامتنان، كل الحاجات دي بتيجي لما انت اصلا بتحس بوجود ربنا في حياتك. بس لو مش حاسه هتبقى شايف ان الحياة كرب، وان كل حاجة وحشة، وان مصر حالتها صعبة جدا، وانه احنا لازم نسافر برا مصر وكل الحاجات الجميلة دي. تاني حاجة طبعا علاقتك بنفسك، ودي اللي انا اتعمقت فيها وما زلت حتى الآن بتعمق فيها كتير قوي عشان خاطر افهمني. لان كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم حرفيا كل يوم بنكتشف حاجة جديدة عن نفسنا. كل يوم لما بنتحط في موقف، في منعطف تاريخي زي ما بيقولوا كده، او ان هو مفترق طرق، بتبقى انت بتتحط في الحتة دي وانت مش عارف انت هتختار ايه. ممكن يكون طول الوقت عقلك ومبادئك وتربيتك وكل الحاجات الحلوة دي كانت بتقولك ان انت اكيد هتمشي في الطريق الصح من غير ما تفكر. بس اكشلي لما بتبقى واقف على مفترق الطرق ده، لا، بتفكر كتير قوي، بيبقى قرار صعب جدا ان انت تبقى بتختار الصح رغم صعوبته، رغم ان هو حاجة ممكن تكون مؤلمة هو ايا كان، بس هي اكيد حاجة اصعب. ف... فده تعرضت له مش كتير قوي في حياتي، بس الفكرة ان الكام مرة اللي تعرضت لها في حياتي
اكتشفت انه الفعل ان انت تختار ان انت تبقى ده بحريتك، ان انت تبقى مخير، انت في مفترق طرق. وانت دلوقتي يعني مثلا من ضمن الاكزامبلز، انا مره كنت في شرم الشيخ لوحدي، وكان الناس اللي حواليا صحابي اللي كانوا معايا يعني في الروم قلعوا الحجاب. فيلا بينا واحنا نازلين نخرج وبتاع ومش عارفه ايه، ومحدش يعرفني وانا فعلا ما كانش في اي حد يعرفني في المكان خالص، ما كانوش صحابي اصلا يعني، الناس انا اتعرفت عليهم هناك. كان في مؤتمر كنت شاركت فيه كاورجنايزر. فاللي هو احنا لما هنرجع حتى مفيش حد يعرف التاني، يعني الناس اللي كانوا معايا اصلا كانوا من القاهره، which is ان فعلا مش اي حد في الدنيا كان هيشوفني لو كنت قلعت الحجاب. بس ما قدرتش ما قدرتش ان انا اعمل كده. مبسوطه جدا كنت مبهوره بنفسي لما عملت كده. و... وعشان كده الحجاب بالنسبه لي ما بقاش حاجه انا مجبره عليها او حاجه انا بفكر فيها، واتمنى من الله، اتمنى من الله، لان دي حاجه برضو مش مؤكده، بس اتمنى من الله ان ما يجيش ابدا الشيطان يوسوس في دماغي على موضوع الحجاب ده ابدا 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 ابدا، ان شاء الله، وافضل كده متمسكه يعني. بس فكل الحكاوي بقى دي اللي هي كانت قشور وبدايات، حابه قوي ان انا احكي كل حاجه فيها، وحابه قوي ان انا احكي بداياتي في الكليه، واي مره حاولت فيها ان انا اعمل حاجه غير المألوفه اللي متعودين عليها. ويمكن الفئه من الناس اللي هتبقى حابه الفيديو دي هي الفئه العاديه قوي، عاديه جدا، اللي هم الناس اللي في مسار معين، وخصوصا البنات، يعني في مسار معين وهم متخيلين ان هم هيتخرجوا ويروحوا يتجوزوا، ان هم هيخلصوا كلية او هيخلصوا دراسة عامة، وبعد الكلية تتخرج، وبعد التخرج هتبقى مستنية اكيد العريس، وبعد العريس هتبقى مستنية ان هي تخلف، وبعد ما تخلف هتبقى مستنية ان هي تجيب ولد تاني او تخويه زي ما بيقولوا، وبعد ما تخويه فهنبقى محتاجين بقى مش عارف نكبر البيت مثلا، نجيب عربية. يعني هو ده الكونسيكونس الطبيعي في الحياة اللي احنا اتربينا عليه. وده فعلا كونسيكونس طبيعي، انا مش معترضة. بس البوينت ان قبل ما يعني ما بين الكلية وما بين الجواز ده مش ضروري خالص ان نبقى لازقين في بعض، يعني في جاب ممكن تحصل، في حاجات ممكن تحصل، وفي حاجات ممكن تحصل during الكلية وقبل الكلية كمان. فمش ضروري ان احنا نمشي على المسار اللي مرسوم لنا من واحنا من ساعة ما اتولدنا. انا ممكن اكون بخرج عن المسار ده بشكل نورمال. وعلى فكرة في اوقات لما بنحاول ان احنا نخرج عن المسار عشان الهدف ان احنا نخرج عن المسار، بتقلش مننا جامد قوي. وده برضه موضوع هتكلم فيه، لان هي قلشت مني في حته كده في حياتي، بس الحمد لله. يعني يمكن تربيتي وعلاقتي بربنا من وانا صغيره عشان اهلي عملوا ده، فخلتني ان انا اعرف ارجع تاني وما منسقش، ما اروحش في حته آه، عشان اخرج عن المسار، فاروح اجرب حاجات كتير زي ما ناس من صحابي او ناس حواليا عملوا كده. آه، فدي برضو كانت حته مهمه قوي في حياتي يعني. وحته مهمه ان انا لما اخلف ان شاء الله هعملها لاولادي، انه فكره ان في بيتنا والحاجات دي محتاجين ان احنا ناخد بالنا كويس قوي. حاسه ان انا غير جامد قوي، بس انا مبسوطه. انا مبسوطه قوي ان انا اتكلمت، مبسوطه قوي ان انا بتكلم عن نفسي، مبسوطه قوي ان انا انزل الفيديو ده. وحابه انه انا عارفه ان الجزء ده ممكن محدش هيسمعه، بس البوينت كلها ان ما تستنيش من اي حد خالص ان هو يتفرج على الفيديو ده، او ان انت تشوفي فيوز قد ايه، او تشوفي اي حاجه حصلت جوه الفيديو. على قد ما انا عايزه استمري، استمري واحكي عن نفسك. كل مرة احكي حتة من انا حاولت بس ان انا اتكلم كتير قوي في الفيديو ده عشان هبقى اتفرج عليه واخد منه حتت، واتكلم عن الجزء ده جوه فيديو تاني. بس انتي بتعملي ده علشان انتي حابة تسيبي اثر. ميبي بعد ما تموتي الشانل دي تبقى مشهورة جدا و... والناس تسمع كلامك، مش تسمع كلامك عشان كلامك صح، بس قصدي تسمع حكايتك، يعني خلينا نقول تسمع حكايتك. ف ميبي ان الفترة اللي جاية من حياتي يبقى عندي حكاية اعمق وقصة غناء فاحش. فلما اجي احكيها اتشهر اسرع. مش حابة كده والله، مش حابة اتشهر اسرع على قد ما انا حابة اني اكون فعلا بعمل حاجة كويسة.